لك مرة تانية كده صديقي بأفجر نسخة في المجال زي ما انت شايف اهيت بإضافات جمدان لأول مرة في المجال حرفيا. نسخة بتفك بأرقام، هي جميع أكواد الفك وكل حاجة في النسخة موجودة. أهلا بكم في فيديو جديد. شرح النهاردة يكون عن أفجر نسخة واتساب في المجال. نسخة أقسم بالله حاجة فوق العظمة كده بشوية. فقبل ما أبدأ الفيديو ما تنساش إنك تحط لايك على الفيديو وإنك تشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وتكتب لي كومنت حلو تدعمني فيه. ويلا بينا على الشرح. طبعا دي النسخة بتاعتنا. أول ما بتدخل عندك شكل جمدان، عندك هنا طبعا الشتات، وعندك هنا طبعا المجموعات، وعندك هنا طبعا التحديثات اللي هي الستوري، وعندك هنا المكالمات، وعندك هنا المجتمعات. عندك هنا الشتات شايف شكل الأسطر، يعني حاجة أقسم بالله جمدان. عندك هنا طبعا الستوري، لو رحت مثلا إنك تضيف ستوري كده، طبعا مثلا حطيت الصورة دي، فطبعا عندك ميزة الأغاني في الستوري، وعندك هنا طبعا ميزة المنشن. يعني بص أقسم بالله نسخة جمدان. طبعا لو رجعنا كده تاني، عندك هنا طبعا المكالمات. تعال ندخل بقى على الشتات. عندك التلات نقط اللي فوق دولت اللي هي الخصوصية والتحديث والإضافات وجدولة الرسائل والرد التلقائي وإعادة التشغيل ورسالة الرقم غير محفوظ ورسالة جماعية والإعدادات. طبعا عندك كده يا أخويا اكتب لي كومنت تدعمني فيه، وبلاش إنك تكتب الباسورد فضلا منك يعني في التعليقات، ويا ريت تكتبوا لنا كومنتات تدعمونا فيها، وبلاش حد يكتب الباسورد. عندك هنا طبعا أول حاجة اللي هي إخفاء الشتات. عندك هنا طبعا ميزة إضافة أكتر من حساب. عندك هنا طبعا وضع الطيران. عندك هنا طبعا اللايت مود والدارك مود. عندك هنا وضع الدارك مود، يعني بص حاجة طرش. عندك هنا طبعا وضع الشبح. عندك التلات نقط دولت. لو دخلنا مثلا على الخصوصية كده، عندك كده إخفاء آخر ظهور، إخفاء إنك شاهدت الحالة، إظهار إن الرسالة محولة، إظهار إن الرسالة معدلة، تعطيل المشاهدة المرة واحدة، تعطيل منحس في الرسائل، تعطيل منحس في الحالات، إخفاء الصح الأزرق، صح الأزرق، صحيح الاستلام، جاري الكتابة، تسجيل الصوت، الاستماع للصوت، إعادة ضبط الخصوصية. عندك كده وخد أول رقمين من الباسورد اللي هما يكونوا 20. أول رقمين من الباسورد هيكونوا 20، عشان في ناس بتقولي إن أنا مبقولش الباسورد وتقعد تكتب في التعليقات احنا محتاجين الباسورد وكده. طبعا أول رقمين من الباسورد هيكونوا 20. تلات نقط دولت. طبعا عندك هنا لو ضغطت على الإضافات، عندك هنا طبعا نسخة جمدان بشكل رايق. عندك هنا طبعا أفضل التطبيقات المعدلة، وعندك هنا طبعا الخصوصية والسمات والإعدادات العامة والشاشة الرئيسية وشاشة المحادثة والإشعارات وإدارة الرسائل والإعدادات والوسائط. وعندك هنا مؤثرات التنقل والنسخ الاحتياطي وتنظيف المخالفات والويدجت والتحديثات وحول التطبيق ومشاركة جي بي واتساب. عندك هنا مثلا لو دخلنا على الحماية والخصوصية، عندك هنا طبعا زي ما انت شايف هنا عندك الحماية من الفيروسات، قسم المطرشات، تفكيك الريكورد، التواصل مع متمرس، جميع أكواد فك الحظر. عندك هنا طبعا الحماية من الفيروسات. عندك هنا أول حاجة الحماية من البوتات، الحماية من الواجهة، الحماية من خلي الشات صفر، الحماية من الواجهة 2، الحماية من الموقع، الحماية من الفيروسات، الحماية من الفيروسات 2، الحماية من الويب، فعل وقت الفيروسات، فعل وقت الفيروسات، الحماية من الكراش، الحماية من الكراش 2، الحماية من الروابط، الحماية من البوت الكراش، الحماية من بوت الكراش 2، الحماية من الصور، الحماية من الريكورد، فعله خلي النسخة طلقة، قراءة المزيد من الرسائل، خلي الشتات معلقة. عندك هنا طبعا الحماية من البوتات. عندك هنا الحماية من بوت كراش، وعندك هنا تسريع النسخة، وعندك هنا الحماية من أي مشكلة، الحماية من الوثيقة، الحماية من الوثيقة 2، الحماية من الموقع، الحماية من الويب، الحماية من قراءة المزيد، الحماية من جهة الاتصال، الحماية من الدردشة، الحماية من أي كراش، الحماية من الفيروسات. طبعا النسخة أقسم بالله حاجة عظمة، فياريت بقى تقدر أخوك بلايك كده واشتراك. عندك هنا طبعا قسم المطروشات، عندك هنا سرع النت في النسخة، وعندك هنا تنظيف الذاكرة، وعندك هنا وثق رقمك لمنع الحظر، وعندك هنا إعادة توجيه لأكتر من 3K، وعندك هنا طبعا تحويل النص اللي هو ايه ايفون، تحويل النص iOS اللي هو ايفون. عندك هنا طبعا تفكيك الريكورد 1 و2 و3 و4 و5. عندك هنا طبعا التواصل معايا من هنا. عندك لو ضغطت على دي كده، عندك هنا طبعا جميع أكواد الفك. عندك هنا طبعا كود فك حظر أرقام فيرجن 1، وعندك هنا طبعا 2 و3، وعندك هنا كود فك حظر مشدد وكود 1 وكود 2 وكود 3، وعندك هنا طبعا بند حظر و2 و3 و4 و5. يعني عندك 5 بنود حظر و6 أكواد فك. عندك هنا طبعا إخفاء آخر ظهور، تجاوز المشاهدة مرة واحدة، إخفاء أن الرسالة محولة، إخفاء عدد الرسائل من يستطيع الاتصال به، الخصوصية، إخفاء خيار الخصوصية، إخفاء خيار التحديث، إخفاء القنوات، تعديل ستايل الحالات، إخفاء مشاهدة الستوري، منع حذف الحالات، إخفاء زر إعادة نشر الحالة، إخفاء زر تحميل الحالة، منع حذف الرسائل الذاتية، إخفاء الرسائل المعدلة، منع حذف الرسائل، الحذف لدى الجميع، إظهار تاريخ الرسالة والحالات المحذوفة.
الدردشة التي لم يتم قراءتها، إظهار صحيح الأزرق، جهة الاتصال، المجموعات، رسالة جماعية، قفل الواتساب ببصمة ونقش أو رقم سري، تغيير الرقم السري. عندك هنا رسالة احتياطي. عندك مثلا طبعا لو دخلت على السمات، عندك هنا إظهار زر تفعيل الوضع الليلي، وعندك هنا تحميل سيم، وعندك هنا تطبيق سيم، وعندك هنا حفظ سيم واستعادة سيم وإعادة الضغط. عندك هنا طبعا الشاشة الرئيسية اللي هي البار العلوي، والستايل، ستايل القصة. عندك مثلا هنا ضغطت على ستايل القصة دوت، ممكن مثلا ايه تخلي زي الفيس أو زي الانستجرام. عندك هنا تفعيل ستايل ستوري مثل الانستجرام اهو. عندك هنا فصل الشتات عن الجروبات. طبعا بص اهو كده الشتات والجروبات في ناحية واحدة، تفعل دوت تلاقي الشتات اتفصلت. عندك هنا وضع الاسم، كان وضع الاسم اهوت مكان الاسم بتاعي. عندك هنا تعطيل الحالة تحت الاسم. عندك هنا إظهار شريط البحث. عندك هنا إظهار أيقونة إضافة الحسابات، إظهار وضع الشبح، إظهار أيقونة الكاميرا. عندك هنا إظهار زر تفعيل الوضع الليلي، وإظهار أيقونة وضع الطيران، وإخفاء صورة ملفك الشخصي، وإظهار أيقونة المجتمعات. عندك يعني بص نسخة في الآخر طرش. عندك هنا شكل الأسطر طبعا. عندك هنا ستايل. عندك هنا مثلا تخليها زي التليجرام أو مثلا تخليها زي ديت، دي حاجة براحتك انت. عندك هنا سحب أسطر المحادثة، وعندك هنا لون الخط في المحادثة، وعندك هنا طبعا الأنماط، وعندك هنا طبعا الزر العام والحالة، وعندك هنا الصورة ما تم الاتصال به بكثرة. عندك هنا طبعا الشاشة الرئيسية، وعندك هنا طبعا شاشة المحادثة دي الإضافات اللي كلنا عارفينها. وعندك هنا طبعا إعدادات الوسائط اللي هي تشغل مشغل الوسائط، إيقاف معاينة الوسائط، إرسال صورة بوضوح عالي، إرسال فيديو بوضوح عالي، إرسال صوتيات أكبر من 16 ميجا بايت، مشاركة صور بلا حدود، مشاركة مستندات بلا حدود. وعندك هنا زيادة حجم الحالة، وعندك هنا عرض الستوري، وعندك هنا النسخ الاحتياطي وتنظيف المخالفات والويدجت. عندك هنا طبعا الخلفية ولون الاسم ولون الخط. وعندك هنا طبعا تنظيف المخالفات. عندك كده طبعا لو رجعنا لورا، وده طبعا عندك هنا شكل الستوري اهوت. عندك مثلا لو تعال نوريك شكل الشات، حاجة أقسم بالله فوق العظمة. طبعا دوت شكل الشات معانا اهو، يعني بص حاجة جمدان يعني رايق، يعني بص شغل رايق من الآخر. وعندك هنا العلامة دي، عندك هنا طبعا القنبلة ديت، وعندك هنا ارمي لايك أو قلب، أو هنا عندك التلات نقط دولت اللي هي البحث والإضافة والرسالة ذاتية الإخفاء والمظهر الدردشة ورابط تواصل. طبعا عندك بتعمل لينك شات، وعندك هنا طبعا بتغير صوتك. عندك هنا إنسان آلي أو طفل أو مراهق أو أي حاجة أنت عايزها. عندك هنا الذهاب لأول رسالة، بحث في المتصفح، مسح الإيموجي، قفل المحادثة. طبعا ده عندك التفاعل بتاع الرسالة. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح الفيديو. متنساش انك تحط لايك على الفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخد اخر رقمين من الباسورد لما يكون 17. اخر رقمين من الباسورد يا صديقي 17. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر، سلام.